البلد الخليجي الوحيد اللي ما فيهش ناطحات سحاب بالرغم من ثروته النفطية، إلا أنه محافظ على الطراز التقليدي خلافاً للدول المجاورة سلطنة عمان. وهذه 5 أماكن لازم تزوروها. أولاً جزر الديمانيات وين تعوموا مع السلاحف والحوت، وعلى فكرة البوركيني ماهوش ممنوع. ثانياً جامع السلطان قابوس اللي هو أكبر جامع في عمان وفيه ثاني أكبر ثريا في العالم بعد الجزائر. نجموا زادة تمشيوا الأول دار أوبرا في الخليج واللي تصميمها مستوحى من المساجد. ثالثاً وادي شاب اللي كله برك سباحة وشلالات ومغارات وواحات، وبحذاه منتزه هوية نجم اللي فيه بحيرة في وسط حفرة ومتميزة باللون الفيروزي وتبعد 600 متر على بحر تيوي اللي لونه أبيض كالحليب. رابعاً قلعة نزوة. عمان كلها قلاع وهذه الأشهر في السلطنة. ما تفلتوش سوق نزوة خاصة بالليل اللي فكرنا بأجواء ألف ليلة وليلة. آخر حاجة الجبل الأخضر المعروف بالمدرجات المعلقة والزراعات والإطلالة المزيانة والقرى. وتنجموا زادة تمشيوا لبركة الموز المشهورة بزراعة البنان وفيها الأفلاج اللي هما من أقدم نظم الري في العالم، وتكتشفوا الحارات المهجورة اللي كانوا يسكنوا فيهم العمانيين قبل. وبما أنه رحلتي انتهت طلعوا في تعليق اسم البلد العربي اللي مشيت له بعد عمان.